اسيادك اللي نشروا الفساد في المجتمع وكلهم اتشدوا ولا عرفت تدافع عن واحد فيهم. اللي شربوا اهاليهم في الاخر، شربوا الطينه بتاعتهم وطينه جيشهم وطينه اللي نشروه في المجتمع من قذاره وسفاله وفساد. رحت انت فين يا روح امك يا جيش فلان وكتيبه علان؟ لما كل مشهور برخصه او من غير رخصه اخش معاه وانا خرجت من ازمه محتاج ان يقف جنبي رجاله جدعان ولاد اصول محترمين. لما كل واحد منهم رمه تمامه شويه فلوس على الترابيزه، عمل منك جيوش يلا يسبني ويجيب شويه الحوش اللي عنده يسبوني ويضحك على شويه داعمين ويستغفلهم، والداعمين تدعمه ضدي وينزلوا فلوس على الترابيزه بالارقام المتخلفه، ينزل بالمليون وال2 مليون وال3 مليون وال4 مليون، وانا ما عنديش واحد ينفق في صورتي بس معاه ربنا سبحانه وتعالى. فكعب عالي عليكم كلكم، على المشهور بتاع اول امبارح وعلى شويه الحوش اللي عاملين جيش وعلى داعمين الناس المحترمه الناس الناجحه اللي مضحوك عليهم اللي بيستغلهم. ما هو الداعمين سابوا البرنامج ده ورموه في الزباله ليه؟ من الاشكال القذره اللي موجوده عندنا هنا مستعدين يبيعوا نفسهم ويبيعوا كرامتهم ويقلعوا مال لاجل الفلوس على الترابيزه كده. اقعدهم قدامي كده كلهم طوابير، يلا انت وهو يلا يا سيرفر مصري كله معرض عبيط، اقعد يلا اقف يلا طابور اقف يا الطابور عايز كام يا حبيبي؟ هنزل لك كام؟ اسد خد اسد، اقلع ملط. عايزه كام يا بت عشان اخرج معاكي خروجه ونعمل واحد اسدين؟ يلا اقلعي ملط. عريتوا سمعتنا وطلعتوا أسوأ وأقذر مناظر للناس. ده انتوا وصلتوا الأجيال الجديدة إن هم ما بقوش فاهمين الصح من الغلط. عرفتونا أولاد الحرام. أنا لسه فاكر وأنا عيل صغير عارف يعني إيه أسرة، عارف يعني إيه عيلة. إحنا نوصل للمرحلة القذرة دي على النت، أسرة عيلة كاملة طالعة بالمنظر ده. اهو يا شويه اغبياء دخل راجل باشا قطري قال لك ايه الناس دي عامله في نفسها كده ليه؟ معقوله؟ هم دول المصريين؟ طب استنى ما اخش اطقطق عليهم شويه، افليكس عليهم شويه. عمل حساب جديد ودخل مسمي الحساب شخر وعالم قطر وبدا يدعم ولقى عيله كامله مصريه لا في تقدير للاحترام ولا للاخلاق ولا للقيم ولا لمجتمعنا. يعني انا سبت امريكا وجيت من امريكا وسبت كل الهلومه اللي كانت معايا وجيت بلدي واتمرمطت وطلع عين ابو اللي خلفوني عشان في الاخر اشوف اسره مصريه طالعه بالمنظر ده. سبت البرنامج مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه عشان مش فاضي، انا عندي حاجات تانيه بعملها.